نقول معلش نطلب احمد المصلي كذلك سدد كره خطيره بعدها بشكل ممتاز. اللاعب حارس المرمى احمد العماري، هذه ركله الجزاء. احمد المصلي هنا استعمل الذكاء وخبث الكره والخبره، الثلاثه تجمعت في اللاعب احمد المصلي. لو تشوف احمد المصلي مجرد ما اللاعب عادل الشاعري وضع قدمه على الكره، احمد المصلي ارتمى على الارض بشكل سريع وتهيأ للحكم انه هو في ركله الجزاء، واجبر الحكم انه هو يعطي ركله الجزاء، لكن ما استفادش منها. على العموم هاني نوريك احد الفرص الثمينه اللي كانت ممكن تغير. تبي تقول لي مش واضحه يا عادل؟ لا 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 مش واضحه. لا نوري فيك خبره اللاعب. تبي تقول لي مش واضحه؟ نقول لك ركلات الجزاء لفريق التحدي في الاسابيع الماضيه في منها اللي مش واضحه. ما فهمتيش سيد عيد. خليني نوضح لك، نوري فيك هنا خبث احمد المصلي، ذكاء احمد المصلي، خبره احمد المصلي. هو اللي جبر حكم المباراه انه هو يصفر ركله الجزاء. لو لاعب اخر صغير في السن وما عندهاش الخبره كان ممكن انه هو مازال يركض خلف الكره، لكن احمد المصلي يعرف يروح في قد الكره، فهنا تحصل على ركله جزاء. سيد عادل شوف التنفيذ ونترك لك التعليق علي عباس الجميل. شوفوا التنفيذ شباب. التنفيذ باس الجميل. نشوف هنا كشف المنطقه اللي الجهه اللي بيلعب فيها، كشفها للحارس احمد العماري، واحمد العماري ما تراجعش، ذهب مباشره للجهه اللي بينفذ فيها اللاعب باس الجميل. لو نشاهدوا مع بعضنا سيد عياد حتشوف انت باس الجميل الطريقه اللي نفذ بها ركله الجزاء. القدم كانت بالشكل نقول احنا شكل مفتوح ومري واضح للحارس احمد العماري. نشوف هنا القدم اليسرى. صاحب القدم اليسرى عاده وين يلعب الكره عادة؟ شوف سيد عياد، شوف كشف على الجهه اللي بها احمد العماري، واحمد العماري ما ترددش، مباشره اتجه للكره وابعدها الى ركنيه. وهذه نشوف هنا نقطه تحول في احمد العماري، مجرد ما ابعدها ركله الجزاء احمد العماري معنوياته خلف المباراه ومعنوياته، وحصل تصفيق وحصل هزيج من الجماهير. صحيح. فاحمد العماري ابعد كره خطيره بعدها لسلمون، وكره